في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للملقب عندهم بالصدوق، صفحة 439 في فصل التوقيعات الواردة عن القائم، يعني عن المهدي. يقول: حدثنا محمد بن عصام الكليني قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني الذي هو صاحب كتاب الكافي، عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان، يعني الجواب جاء من الإمام وبخط الإمام في الصفحة 440، هذا الجزء الثاني. قال: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. الله أكبر. هذا آخر كلام من الإمام يتعلق بقضية الأخماس وبخط الإمام. يقول: أما الخمس فقد أبيح يعني أسقط غير واجب، فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل. أنت في حل من أمرك، أنت في سعة من أمرك، لا يجب عليك أن تدفع هذا المال. لماذا؟ إلى وقت ظهور أمرنا، يعني حتى يظهر المهدي ويطلع المهدي، عند ذلك الوقت تدفع أخماس، لكن ما دام المهدي غير موجود لا تدفع. قال: لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا المعروف بتوقيع ابن إسحاق، هذا المعروف بهذا التوقيع الذي أسقط فيه وأباح فيه الإمام دفع الإخماس. طبعا الآن غير ممكن أن علماء الإمامية يسكتون عن هذه الرواية، تمام؟ لأن المفروض أن الأخماس كما قلنا هي حق الإمام، هو صاحب الأمر فيها، فإذا قال أنها واجبة واجبة، إذا قال أنها سقطت وأنت في حل سقطت خلاص، لا كلام مع كلام الإمام، لا فقيه ولا مرجع، كل هذه تسقط لوجود النص. الاجتهاد لا يجوز بحضرة النص، والنص قد ورد. فكيف أجاب علماء الإمامية عن هذه الرواية؟ الموقع الرسمي لمكتب المرجع السبئي صادق الحسيني الشيرازي. خلينا نشوف السؤال. يقول: ما المقصود من قول صاحب العصر والزمان: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث؟ يقول: هناك عدة ملاحظات يمكن تسجيلها فيما يتعلق بهذا الشأن. أولا، إن هذه الروايات يمكن حملها على أنها تبيح للشيعة خمس الأموال التي تحصل بيد الإنسان لدى التعامل مع من لا يعتقدون بالخمس كالعامة وغير المسلمين. يقول لك يمكن أن هذه الرواية تحمل على أن الخمس غير واجب في الأموال التي تأخذها عندما تتعامل مع الوهابية، عندما تتعامل مع أهل السنة. شايفين هذا الذكاء، شايفين هذه العبقرية. مع أن الرواية ماذا قالت؟ وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل. ما قال لا وهابية ولا عامة ولا أموال مستفادة من التعامل معهم ولا نحو ذلك. فخرت. طيب، هذا الوجه الأول، يمكن يقول لك يمكن. ثانيا، إنها أي هذه الروايات جاءت في فترة خاصة عصيبة جدا من حياة الأئمة، بحيث كان حكام الجور فيها يعاقبون من يلقي بالتحية على أحدهم، بل في التاريخ كانوا يأخذون من يتعامل معهم ببيع وشراء إلى السجن والتعذيب، فكيف لو علموا بأن أحدا يسلم إليهم الخمس؟ هذا الجواب الثاني. يقول لك أن هذه الأحاديث التي فيها إسقاط الخمس قالها الأئمة تقية في ظروف خاصة، لم يكونوا يريدون أن يظهروا بأن الأئمة يجمعون الأخماس أو أن هناك من الشيعة من يتعامل مع الأئمة حتى لا يسجنوا ويعذبون. هذا الجواب قد نقبله إذا تعلق الأمر بروايات الإباحة عن الأئمة السابقين، لكن هذا الجواب لا يقبل في رواية المهدي. لماذا؟ لأن أصلا المهدي كان في زمن غيبة. المهدي لما قال وأما الخمس أصلا هو كان في زمن غيبة، ما كان ظاهر أصلا، فهذا الكلام غير مقبول. قال: وثالثا، إن التوقيع الشريف الصادر منه يعني من المهدي: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، هو نوع تخويل للمجتهد الجامع للشرائط في الإفتاء والقضاء وأخذ الأخماس ونحوها. شايفين الكذب؟ شايفين كذب الشيرازي؟ يعني هو يسأل عن كلام المهدي وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، انتقل مباشرة إلى النصف الثاني من الرواية: وأما الحوادث الواقعة. يقول لك هذا تخويل المجتهد، وبإمكان المجتهد أن يأخذ حتى الأخماس. بالله عليكم، أي عبط هذا؟ إذا كان هذا الجزء من الحديث يتكلم عن الأخماس فيكون المهدي متناقض،
في جزء يقول وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، وفي جزء آخر يقول لك لا، المرجع والفقيه هو المخول بأخذ وجمع الأخماس. فهذا فيه نسبة التناقض إلى المهدي، وهذا محال. ثانيا أن كلام المهدي في التوقيع وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، الكلام لا يتعلق عن الأمور الحسبية، الكلام لا يتعلق عن الأمور المالية. الرواية ظاهرة جدا أنها تتعلق بالأمور الفقهية، الأمور النازلة، الأمور الحادثة. وأما الحوادث الواقعة يعني تنزل بك واقعة معينة تسأل عن حكمها، فترجع إلى من؟ إلى رواة الحديث. طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أن المهدي أرجع الناس إلى رواة الحديث مو إلى الفقهاء. هناك فرق بين رواة الأحاديث والفقهاء. مع ذلك الحديث لا يتكلم عن الأخماس، وإنما يتكلم عن القضاء والإفتاء ونحو ذلك. طيب، قال رابعا، الجواب الرابع، الترقيع الرابع، هناك روايات شريفة أخرى مقابل هذه الروايات المذكورة في السؤال تؤكد على دفع الخمس وإيصاله إليه، مثل قول المعصوم، ثم ذكر رواية وقوله إن رسول الله قال لأبي ذر وسلمان أشهدوني على أنفسكم ونحو ذلك. يقول لك لا، هناك روايات أخرى تدل على أن الخمس يجب أن يدفع فتكون مقدمة. والجواب يا كرام، الجواب أنه إذا تعارضت روايتان، رواية متقدمة فيها إيجاب الخمس ورواية متأخرة فيها إسقاط الخمس، أيهما يقدم؟ المتقدم ولا المتأخر؟ أم أيهما يقدم عند التعارض؟ كلام الإمام السابق ولا كلام الإمام اللاحق؟ باتفاق علماء الإمامية أن كلام الأئمة ينسخ بعضه بعضا، يجوز للإمام أن ينسخ كلام إمام سابق. أكيد الناسخ والمنسوخ، الذي يكون متأخرا هو الناسخ، أما المتقدم يكون منسوخ. فلو فرضنا أن هناك روايات عن الصادق والباقر والكاظم والهادي وما أدري مين فيها إيجاب الخمس، لكن المهدي الذي هو آخر الأئمة هو الذي قال بأن الخمس غير واجب في زمن الغيبة، فيكون كلامه مقدما عند التعارض. لكن يبقى ترقيع آخر لم يشر إليه الشيرازي، وهو أن الرواية تسقط الخمس في صنف معين. يعني الخمس، خمس أرباح المكاسب، يجب في أصناف كثيرة، يجب في المتاجر، يعني الإنسان في التجارة، في المكاسب، في المناكح ونحو ذلك، تمام، أصناف معينة، أصناف كثيرة. هؤلاء يقولون بأن توقيع المهدي يسقط الخمس في صنف معين، وهو صنف المناكح اللي هي الجواري. هؤلاء سيقولون بأن الإمام المهدي أسقط وجوب الخمس في الجواري. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إنسان شيعي في حال الحرب أخذ له جارية، هي الأصل أن الجارية تخمس قيمتها طبعا، مو تخمس تقسم إلى 5 أقسام ويخرج خمسها، يعني يخرج رجلها أو يدها، لا، المقصود تخمس قيمتها. يقول لك المهدي أسقط وجوب التخميس في الجواري بس، لكن المكاسب والمتاجر ونحو ذلك من الأصناف لا، الخمس باقي فيها. في كتاب مباني فتاوى في الأموال العامة، تأليف آية الله العظمى كاظم الحسيني الحائي، في الصفحة 257، قال وأما، يتكلم عن التوقيع، وأما من ناحية الدلالة فمن الواضح عدم تمامية الدلالة على تحليل خمس أرباح المكاسب. يقول لك لا أسلم بأن التوقيع يبيح خمس أرباح المكاسب كلها. لماذا؟ أولا أن قول الإمام وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا ليس كلاما ابتدائيا من الإمام، فإن هذا التوقيع جاء جوابا عن أسئلة إسحاق بن يعقوب، ولا يعلم أن السؤال، فلعل سؤاله كان عن خمس غنائم الحرب أو الجواري السبايا. يقول لك ما دام أن المهدي كان يجيب في مقام الجواب، أجاب عن سؤال، احنا مو عارفين ما هو السؤال، نحن وصلنا الجواب لكن ما وصلنا السؤال، فلعل السائل إنما سأله عن صنف معين من الأخماس، ما سأله عن الخمس بكل أقسامه وبكل أصنافه، فلعل سؤاله كان عن خمس غنائم الحرب أو الجواري أو السبايا. قال ثانيا أن في نفس هذا الجواب قرينة على أن المسألة هي مسألة غنائم الحرب أو الجواري السبايا، وهي قوله عليه السلام لتطيب ولادتهم ولا تخبث. فهمتم الآن ما هي القرينة التي يعتمد عليها؟ فما دام الأمر يتعلق بالولادة وطيب ولادة، فأكيد الكلام كان عن جواري وعن سبايا. في بادئ الأمر يعني تشوف أن الكلام له وجاهة وله حظ من النظر، لأن المهدي قال لتطيب ولادتهم، إذن الكلام عن صف من الخمس اللي هو خمس المناكح، الجواري نحو ذلك. سأذكر الجواب من جهتين. الجهة الأولى، باتفاق علماء الشيعة علي بن أبي طالب نقلت عنه روايات في إباحة الخمس، مو فقط علي بن أبي طالب، حتى بعض الأئمة السابقين نقلت عنهم روايات في إباحة الخمس، وباتفاق الجميع أيضا
أن علي بن أبي طالب لم يكن يأخذ الأخماس من أي صنف، لا من الجواري ولا من غير الجواري. لو تراجعون وتبحثون في الروايات التي نقلت عن علي بن أبي طالب في إباحة الخمس تجدون في أغلبها هذا التعليل: لتطيب ولادتهم. في الروايات التي نقلت عن علي بن أبي طالب وعن غيره من الأئمة في إباحة الخمس أيضا معللة بنفس هذا التعليل: لتطيب ولادتهم. فدل على أن هذا التقييد غير مراد، وأن المقصود إباحة الخمس في جميع أصنافه. العلة ما هي؟ لتطيب ولادتهم. فلا يتعلق الأمر بما كان متعلقا بالولادة اتصالا كخمس المكاسب ونحو ذلك. على سبيل المثال خلينا نشوف هذا كتاب الخمس لجعفر السبحاني، ينقل من كتاب علل الشرائع للصدوق عن زرارة عن أبي جعفر قال: إن أمير المؤمنين حللهم من الخمس، يعني الشيعة، لتطيب ولادتهم. فهذا التعليل أيضا لطيب الولادة موجود عند الأئمة المتقدمين. كذلك ما راه الصدوق عن محمد بن مسلم عن أحدهما: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس خمسي قد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم. وروايات متعددة من هذا القبيل. كتاب مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان لأحمد المقدس الأردبيلي، هذا الجزء الرابع في الصفحة 359 قال: فقد ظهر مما مر عدم حسن التخصيص بالثلاثة. ما هي الثلاثة؟ نرجع في الهامش: يعني المناكح والمساكن والمتاجر. بعض علماء الإمامية يقولون أن في زمن الغيبة الذي يسقط هو خمس المناكح وخمس المساكن وخمس المتاجر، أما ما عداها فإن الخمس يبقى واجب. يقول لك هذا القول غير جيد. فقد ظهر مما مر عدم حسن التخصيص بالثلاثة. لماذا؟ لما فهم من العموم. إذن الحديث عام غير مقيد. قال: وأن ليست العلة المذكورة في بعض الأخبار موجبة لذلك. ما هي العلة؟ نرجع للهامش أسفل. قال: هي مثل قولهم: إنا أحللنا لشيعتنا لتطيب ولادتهم ونحوها من العبارات. يقول لك هذا التعليل لا يخصص الروايات، لأنه كثيرا ما يذكر علة في الخبر ولا يكون إلا في بعض الأفراد ولا يقصر الحكم على وجودها. قال: وذلك ظاهر عند المتتبع إلا أنها لا تقتضي تخصيص غيرها من العمومات. فيقول لك أن المهدي حتى وإن قال لتطيب ولادتهم، لكن هذا لا يدل على التخصيص أو أن الخمس يسقط في ما يتعلق بأموال المناكح، وإنما الرواية عامة. مسألة أصولية تتعلق بأصول الفقه، يعني ذكر العلة هل يقتضي الحصر والتخصيص أم لا. يقول المقدس الأردبيلي أن ذكر هذه العلة في الحديث لا يقتضي الحصر، فيكون الحديث مطلقا ويبقى على عمومه. يا شيعي، هل ستقدم كلام إمامك الذي قال أن الخمس غير واجب، أم ستبقى تدفع الخمس لهؤلاء الفقهاء الحرامية اللصوص؟ أنت حر ولك حرية الاختيار، إما أن تكون من أتباع العترة والعترة قالوا قد أحللنا الخمس، وإما أن تكون من أتباع الفقهاء والمراجع.